مساء الخير عليكم. جعل الله مساءكم كله بركة ويومكم بالخير والفضل حركة. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال متابعيني الكرام. شارك معكم هذا العشاء أو عشاية. درت الملفوف أو كرنب محشي. عندي هذا الراس تاع الكرنب، نقيه نحيلو هادو العروق الخشان ونغسلو مليح، ومن بعد نحطوه في الكسكاس يفور. من جهة عندي حبة بصل وحبة توم نرحيهم. بعد ما رحيتهم نحط أطراف الدجاج على حسب الموجود في لاكوكوت أو في القدر، نحمسهم مليح مع شوية زيت شوية زبدة. من بعد نضيف لهم البصل والثوم اللي كنت رحيتهم، نزيد نضيف لهم الطماطم يعني حبة مبشورة. من بعد نضيف لهم التوابل دي زيبيس، الملح فلفل الكحل كزبر زنجبيل كركم، ونخليهم ونمرقهم بالماء السخون نخليهم يطيبوا. من جهة نحضر ستر الدجاج أو مرسو سكالوب، نضيف عليه شوية لي زيبيس ملح فلفل الكحل وتوابل الفواحة، نرحيهم مليح. نضيف لهم ملعقة لا شابلوغ مغرفة زيت باش يجينا طري هاد لافارس. بعد ما فار الملفوف او الكرنب نديرو هاد لافارس تاع سكالوب ونلفو بهذه الطريقة. من بعد نلصقو بالبيض. بعد ما نكملوه كامل نقليه في المقلاة، نرصو قدام بعضها باش ما يتفتحوش هذوك الحبات. بعد ما طابت المرقة نحي الدجاج نصفيه، وهذيك المرقة نحطها على الملفوف يزيد يطيب مدة ربع ساعة، يطيب يعني فوق النار. بعد ما طاب وتجمرت المرقة نديرلو لا كريم فريش ونزيد نخليه يتكتك شوية مدة 5 دقائق. بهذه الطريقة يكون واجد. وبعد نقدمه هكذا في الطبسي، نمسح مليح الجوانب، والدجاج كنت قليته نحطو هكذا في الطبسي ونديرلو المعدنوس. من جهة كنت غسلت سلطة ونشفها في هذه العصارة ونحطها هكذا تزيين بسيط. هذا عشاء تاع الدار برك، ربي أديمها نعمة علينا، مع شوية جزر مبشورة. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ديروا لنا جيم كومنتير باش تحفزوني نقدم لكم المزيد. بارطاجيو مع احبابكم باش تزيد تكبر القناه، باسكو بزاف هابطه على بها مانيش ندير فيديوهات. بعد ما كملت السلطه زدت درت الشاي، درت 3 مغارف تاي مع شويه ماء سخون باش نغسل التاي. دوكا نصفي له هذاك الماء اللي صفيته نرميه، يعني نغسلو التاي. دوك نحطوه يزيد يغلي مدة ربع ساعة. كنت ضفت له الماء سخون باسكو الكسرونه صغيره درت في هذه كبيره، خليته يغلي مده ربع ساعه. بعد ما غلا دوك نصفيه ونحط له كميه مليحه من النعناع وزيد يغلي 10 دقائق برك ونطفي عليه. بعد ما طفيت عليه دوك نبدا نلقم فيه في الكسرونه، كل واحد كيفاش يحب يخدم. من وحده نلقم فيه يعني من وحده لوحده حتى ندير الرغوه. هذا هو. دوك نحطو في الابريق تاعو. هذه هي الرغوه اللي جات فيه، جات وجا بنين
ونضيف له السكر، كل واحد كيفاش يحب يدير السكر أو العسل. وهذا هو الطبق تاع اليوم، إن شاء الله يعجبكم، جا بزاف بنين، إن شاء الله تجربوه. يعني كنت أنا درته في القناة، وأنا زدت كي عاودت درته شاركته معاكم. إن شاء الله نكون خفيفة عليكم، يعجبكم الفيديو تاع اليوم. تهلاو في صحتكم، والسلام عليكم.